قبل ما نبداو خلينا نكونوا صادقين مع بعضنا. انا بن سعد مهدي وهذه قناتي دردشة صادقة، كلام بلا تصنع وبلا اغنية. تتفرج فيديو تحفيزي تتحمس وتقرر غدوة على 5 تاع الصباح نوض بكري ندير تأمل ونكتب يومياتي وندير سبور ونقرا 20 صفحة من كتاب ونزيد نشرب عصير صحي، ويصوني لك المنبه على 5 تاع الصباح وتدير له تأجيل مرة واثنين وثلاثة، وتنوض على 7:30 مقلق وموتر، وأول حاجة تديرها تحكم تليفونك وتبدأ نهارك وتحس روحك أصلا راك فاشل لأنك ما طبقتش الخطة المثالية اللي رسمتها، وتبدأ تلوم في روحك أنا فنيان، الناس عندها انضباط غير أنا اللي ما قدرتش ندير هذه الحاجة. هل المشكل فيك صح انت ولا انت فاقد للانضباط، ولا المشكل راه في هذا الروتين المثالي اللي رانا نحاول نطبقوه؟ روتين الصباح تاعك راه يفشل ل3 أسباب رئيسية، ولا واحد فيها هو انك انت فنيان. 1 فخ، اما كل شيء او لا شيء. نحاول ننتقل في ليلة واحدة من 1 إلى 100%، من النوم حتى 8 صباحا والقفز مباشرة إلى الهاتف إلى روتين فيه 12 خطوة على 5 تاع الصباح. هذا شبه مستحيل. كي شغل واحد دخل لاصال ومن الضربة الأولى حب يهز أثقل وزن، والنتيجة الحتمية باينة باللي هي الإصابة والفشل. البدايات لازم تكون بخطوات صغيرة وصغيرة جدا. ثانيا نسخ لصق لحياة شخص آخر. نشوفوا روتين مدير شركة ناجح ولا مؤثر على الانستغرام ناجح ونقولوا لازم نديروا كيفه، وننساو باللي حياته وطبيعة المعيشة نتاعو وحتى البيولوجيا نتاعو مختلفة تماما علينا. الروتين اللي راك ديرو لازم يكون مفصل على حياتك انت، ماشي منسوخ من حياة شخص آخر. ثالثا التركيز على ماذا بدل لماذا. تلقى روحك تركز على الأفعال، لازم نتأمل، لازم نخدم، لازم ندير، لازم نواسي، لازم نكتب، لازم نقرأ. بصح جامي نسقسوا رواحنا علاش، وشنو هو الهدف تاعك من هذا الروتين؟ هل هو باش تنقص القلق، باش تركز خير، باش تكون عندك طاقة أكثر؟ بلا لماذا واضحة روتين تاعك راح يتحول القائمات مملة وتكره وتولي ديغوتي وتستنى غير وقتاش تصرالك السبابة تحبس. روتين صباحي ماهوش مهام جديدة تضيفها ليومك، بل هو لخلق بداية أفضل. الهدف الحقيقي من روتين صباحي ناجح هو أنك تربح الساعة الأولى من نهارك لصالحك قبل ما يبدأ العالم يطالبك بأشياء. الهدف ليس الإنتاجية بل هو النية والتحكم. تبدأ نهارك في حالة هدوء وتحكم بدل من الفوضى ورد الفعل. 10 دقائق الأولى نهار تنوض تكون فيها ستابل وكالم وفيها الهدوء والراحة، هذا بحد ذاته انتصار عظيم. أنسى الروتينات المعقدة، أبدأ بهذا النظام البسيط والمرن اللي رانا راح نعطيه لك. نسموه روتين 1-1-1. الخطوة الأولى وهي القاعدة الذهبية. أول خطوة تطبقها هي أنك بعد ما تنوض ربع ساعة والنصف ساعة الأولى ما تمسش تليفون إطلاقا. علاش؟ لأن الهاتف يدخلك مباشرة في حالة رد الفعل، إشعارات، رسائل، أخبار سيئة ومقارنات على السوشيال ميديا. تبدأ نهارك بأجندة الناس مش الأجندة الخاصة بك. الخطوة الثانية صيغة 1-1-1. بعد ما طبقت القاعدة الذهبية اختار فعلا واحدا صغيرا من كل فئة من هذه الفئات الثلاث، فعلا واحدا فقط، دقيقة واحدة للعقل. اكتب حاجة واحدة تشكر بها ربي، اقرأ صفحة واحدة مكتوب، اجلس في صمت وركز على تنفسك ولو لدقيقة واحدة. حدد نية واحدة ليومك، مثال اليوم راح نكون صبور. الدقيقة الثانية تكون للجسد، اشرب كاس ماء كبير، قم بتمارين بوش اب 10 ضغطات، قم بتمرين بارفيكس على الحيط، اخرج للنافذة ولا للبالكون واستقبل ضوء الشمس ولو لدقيقة. والدقيقة الثالثة تكون للروح، سقم فراشك. هذا النظام الصغير يخليك تحس باللي راك درت إنجاز في بداية النهار. قل أذكار الصباح أو دعاء صباحي قصير أو اسمع أغنية تحفيزية. هذا كل شيء، هذا روتين 3 دقائق. هذا الروتين مستحيل أن تفشل فيه، يبني لك الثقة ويخلق لك انتصارات صغيرة ويعطي لك دفعة إيجابية تبدأ بها نهارك. ومع الوقت إذا حبيت تزيد في المدة هذا الأمر يرجع لك. إذا كنت راح تجرب حاجة واحدة من الكلام اللي كنت نهضر لك فيه، ننصحك بالقاعدة الذهبية، واهبط للتعليقات وخلي تعهد لنفسك. غدوة الصباح التليفون
ما يتمسش. إذا وصلتك الفكرة ماكش وحدك، اشترك في القناة وخلي بيناتنا دردشة صادقة، وخلي لي رأيك بصراحة في التعليقات.